الدمية أوكيكو يحكى بأن فتى في 17 من عمره اشترى دمية لشقيقته الصغرى التي تدعى أوكيكو. سرعان ما تعلقت الفتاة بهذه الدمية وأخذت تمضي جل وقعتها باللعب معها، لكن بعد فترة ماتت الفتاة لسبب ما، فقرر أهلها الاحتفاظ بدميتها على سبيل الذكرى. وبمرور الوقت أخذوا يلاحظون شيء غريب، فالدمية كانت من النوع قصير الشعر، إلا أن شعرها بدأ يصبح أطول وأطول وأطول، حتى صار على شكل جدائل طويلة، وكلما قصوا الشعر عاود النمو مرة أخرى. أهل الفتاة استشاروا أحد الكهنة حول الدمية الغريبة، فاخبرهم بأن روح ابنتهم الميتة قد حلت في الدمية بسبب تعلقها بها في حياتها. في عام 1938 قام أهل الفتاة بتقديم هذه الدمية المسكونة كهدية لأحد المعابد، وهي معروضة هناك حتى اليوم، وقد نما شعرها حتى وصل إلى ركبتيها، ويقوم الكهنة بقص وتهذيب شعرها من حين لآخر كلما عاود